أريد أموت، ما أريد أموت، ما أريد أموت، أريد أصرخ حتى أحد يسمعني، حتى أحد ينقذني أو شيء، صوتي بدأ يطلع يعني. فهو معجزة إنه يرجع حي. رحالتنا اليوم صانعة محتوى مختلف وجريء، تعشق السفر بأنواعه والترحال، بس رجعت من الموت بسبب تجربة مختلفة تماماً. راح تسولف لنا عنها أكثر. رمضانك كريم صار. حبيبتي ميس، رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. والله بخير الحمد لله. تمام الحمد لله. رجعتي من الموت؟ يقولون نكشف لهم السر هسه. حماس صح؟ أنا أريد أبدأ قبل هذا كله بصناعة المحتوى. سارة اللي بدأت تصنع محتوى على السوشيال ميديا مختلف تماماً عن اللي إحنا دا نشوفه. شلون بديتي هاي الفكرة وشلون اكتشفتي بنفسك هاي الموهبة؟ شوفي أنا يعني قبل السوشيال ميديا كلش كنت صغيرة، يعني 5 ابتدائي 6 ابتدائي هيك شيء. أنا أحب التصوير، أحب أظهر قدام الكاميرا صراحة. منو أول شخص كان داعم إلك بقرار صناعة المحتوى، وخصوصاً بمجال كلش كرييتيف، يعني لازم تكوني يعني فعلاً فنانة بيه؟ كانت ماما يعني تفهمني إنه أنا حابة هذا الشيء. شوية شوية بلشت متابعين يجوني، أكو ناس تتابعني مهتمة تشوف أنا شنو أنشر. شوية شوية بلشت أدرك قوة هذا الشيء اللي أنا عندي إياه، فحتى أحس إنه أنا كبرت ويا السوشيال ميديا. شو وقت يكون عندك الفترة اللي يكون يعني، لأنه صناعة المحتوى يحتاج شوية إلهام، يعني خصوصاً بمجالك، يعني اللوك اللي راح تختاريه، الطريقة، الكونسبت يعني اللي تسويها. بالعادة الناس تشوفه كلش سهل. يعني شوفوا صناعة المحتوى إنه أنا أزم التليفون أخذ لي كم صورة نزلها، هذا هو. بالعكس يعني أنا أشوفها صناعة المحتوى يعني صعبة، تحتاج جهد، تفكير، وحتى ضغط نفسي. اتجاهك صناعة محتوى وكرييتيف وميك اب، إيش جاب السفر بالنص؟ لأن أنا إنسانة مغامرة. أوكي. أنا كلش أحب المغامرات، أحب السفر. شوفي أنا من أسافر ما أقعد يعني خلاص أقضيها فندق ومسترخية وهاي، لا، أروح أصعد جبل. أروح أصعد جبل. بالضبط. زين. يا جبل صعدتي؟ أكتشف قمة جبل هيلغارد، هي 3607 فوق مستوى سطح البحر، فتعتبر أعلى قمة بجبال حصروست. زين، أنا أريد أعرف قصة رجوعك من الموت. شوفي أنا شنو من بلشنا إنه قلت لك اختارينا الوقت هو شوية صعب عن المعتاد مثل الربيع، لأنه الثلوج تكون عالية كلش. بس إحنا اشتغلنا على نفسنا، يعني قلت لك أنا كلش اشتغلت على لياقتي وقوتي البدنية حتى أقدر أمشي بهذا الشيء. يعني أنا من أتحدى نفسي أكون قد هذا التحدي. فالمهم رحت أني وقايد من هناك، هو يعني من تشومان، ويانا هماتينا عباس، هو يعني هناك يعني كلهم عندهم قوة البدنية وكنا متجهزين. المهم كل شيء تمام، تجهيزاتنا تمام، ورحنا صعدنا. طبعا شنو شيكنا الطقس، شيكنا كل شيء، يعني أكيد إحنا احتياجاتنا نشيكين كل الأمور كلها كانت تمام. إحنا انطلقنا 5:30 الفجر، قلت ليش وصلنا 13 ساعة تقريبا. إحنا وصلنا القمة الساعة 6 هيك شيء. بدها تغرب يعني. تغرب أصلا يعني. غربة إذا الشتاء كان. بالضبط. بس أكو كان صوتي بداخلي إنه يلا قدرتي وامشي وصعدي، وهاي كانت عاصفة بس الوضع طبيعي يعني. أوكي قلنا راح نروح للقمة ونرجع. إحنا وصلنا للقمة، وطبعا هاي اللحظة اللي أنا وصلت فيها للقمة موجودة الفيديو أنا أسوي هيجي. يعني كانت لحظة إنه قدرتي تصعديها هنا وبهاي الظروف، هي هاي الفكرة يعني وصلنا القمة. بالعادة نصور وكذا ونرجع طبيعي. يقول إنه النزول أسهل، هو دائما النزول أسهل. زين. شو إحنا هناك العاصفة زادت، يعني زادت كلش زادت، لدرجة إنه قمنا شخص يعني مترتين يتحرك من عندنا إحنا بعد ما نشوفه. كانت أكو صخرة كبيرة، قررنا نقعد يمها بس على الأقل يعني بلكي تهدأ إنه العاصفة حتى نقدر نشوف طريقنا ونقدر ننزل. صحيح. وكنا قاعدين يم الصخرة أنا وعباس وكاكا قيس، وأنا إيش دا أقول لهم،
ما أريد أموت ما أريد أموت ما أريد أموت. يعني وايد أقولها ودا أضحك هسه، بس هو يعني بلحظتها إنه مخيف لأنه أنا قاعدة دا أتجمد، ما دا أحس برجلي يعني متجمدة رجلي كانت. منو ذكرتي بلحظتها؟ صراحة أنا يعني كنت بس أريد أرجع حتى أطمن ماما، لأنه ماما يعني شنو ما كنت تعرف قايلي لها لو جدة تفكر قلقانة علي هسه لو شنو، فبس كنت أريد أطمنها إنه ترى أنا هسه بخير أنتي زينة. أي يعني فأنا أعرف إنه هي تقلق كلش. العاصفة ما هدأت قامت تقوى، فقررنا إنه ننزل لأنه إحنا وجودنا بمكان واحد ثابت احتمال نتجمد بثواني يعني. فإحنا ودا ننزل أكو شلون منحدر كلش قوي، فقلنا أوكي يعني نزحلق طبيعي وننزل. إنه إحنا طلعنا وين؟ طلعنا على الجدار الثليجي، فإحنا ودا ننزل الجدار حرفيا الثلج انهار زين. وإحنا وقعنا ويا الثلج. فتخيلي أني وهيجي بس دا أحس الثلج غطى وجهي ودا دعبل يعني هيك دا الزحلق شيء يعني أتقلب بالثلج وصار على وجهي. أنا أريد أصرخ هنا، أريد أصرخ حتى أحد يسمعني، حتى أحد ينقذني أو شيء، صوتي مدى يطلع يعني دا أريد أصرخ صوتي مدى يطلع. هنا اللي كدا أفكر بيه إنه أنا شنو هاللحظة راح أوقع من منحدر عميق وراح أوقع بوادي وأنطب وخلص يعني، لو إنه راح أرجع. كان شيء مخيف بالضبط. كان أكو أصلاً بالنزول هو عبارة عن صخور، يعني هو ثلج وصخور كذلك. المهم إحنا وأنا ودا أتقلب وكان ما أحس لأن راسي طب صخرة يعني نرجع من ورا يعني رقعة قوية. فأنا بهاي اللحظة ما حسيت إنه وقفت، ما حسيت إلا عباس رجليه مشلبة بحجر فهو ثابت. فأنا وقفت يعني وقعدت إنه هيك عباس دا يحكي وياي، بس أنا ما دا أسمع شيء هيك بلحظة صدمة وكأنه ما فقدت الذاكرة الجزئية. شايفة هاي شيء إنه خلص غوشت الدنيا كلها، تستوعبين إنه شنو اللي صار. بس أحس إنه هو عاطبية يعني إنه يقول لي سارة بس باعي إنه بس انتبهي. فيلا خلينا نكمل وشنو إحنا أنا مالي مجال إنه أوقف واستوعب وانقهر على الوقعة مالتي، لا إحنا لازم نكمل لأنه ظل وقفة يعني نتجمد مرة ثانية. صحيح. قمنا شو نسوي؟ نزحلق حتى نخلص الطريق. فهي المشكلة وين؟ المشكلة إحنا مو نريد نزحلق، أكو صخور قدامنا، فإحنا يعني نخاف لأن نزحلق ونطلع قبل بالصخرة يعني. فبلشنا إنه قيس كاكا قيسي ينزل قدامنا وأنا أزحلق حتى أحد بس يعني شلون يوقف قدام الصخور يحمينا حتى لا نرجع أو نتأذى بالصخور. فقضينا هيك شيء لحد إنه شوي نقعد نرتاح بعدين نكمل. كم ساعة هاي أخذت؟ 26 ساعة بالجبل بالعاصفة بالثلج. أكلنا خلصناه ماكو أكل بدون نوم. تعرفين سارة أنا اللي سامعته أسطورة تقول إنه اللي يصعد الجبل وتصير عاصفة فهو معجزة إنه يرجع حي، وهذا الشيء صار وياكم أنتوا الثلاثة. بالضبط يعني أنا همات من رجعت قلت لهم هاي معجزة يعني إحنا طلعنا من هاي الظروف. يعني تخيلي حتى إنه إحنا بالوقعة مالتنا أنا كفوفي ضاعت، هاي واحدة من الأشياء. أوكي. فأنا قعدت مدى أحس بإيدي وقلت مستحيل ورا هاي الوقعة أنا ما بيا شيء، يعني لابد إنه صار بيا شيء. صح. فأول شيء أنا من قعدت دا أقول لهم عباس إيديا وين بيها شيء وين؟ يقول لي هاي إيديس. فاللي سواه هم خطية إنه كل واحد انطاني كف منه كفوفه، يعني كل واحد انطاني واحد وهو ظلوا قصة فيلم. أنا أريد أعرف إيش غيرت بيك هاي التجربة. أكو شغلتين هاي التجربة علمت لي إياها. أكو واحدة منهم أدركتها من وصلت السيارة، شايفة وجنبي ناس دا ينقذونا الصبح. طبعا إحنا مشينا لهم لحد ساعة 8 أنا صعدت السيارة. فهاي اللحظة اللي قعدت بيها بالسيارة
وشفت الناس طبعا شنو كانت شومان كلها تدور علينا، يعني احنا ليش ضايعين لمدة 26 ساعة ما دا يعرفون احنا وين. يعني أنا صفنت وتذكرت إنه بالصعود كنت كلش مترددة إنه أنا قبل لا أعرف إنه أصلا أكو عاصفة ولا اللي دا يصير ولا كل شيء، مجرد ظروف طبيعية، وكنت مترددة إنه أنا راح أقدر أصعد لو ما حقدر أصعد، فكنت خايفة شوية. فباللحظة اللي نزلت بيها من هاي التجربة قلت إنه إيش قد إنه أنا أقوى بهواي من ما كنت متخيلة. الشغلة الثانية أدركتها بإنه أعيش كل يوم بيومه، لأنه هاي التجربة تعني لك كلش هواي، كلش علمتني هاي الشغلة، وأنا كنت محتاجتها بديش الفترة بالضبط. اللي يسافر ويا رحال يرجع. اللي يختار إنه يسافر عن طريق رحال أكيد راح يستمتع ويكون بأمان ويرجع. مستخدمة مثل هاي الابليكيشن قبل يعني كتقنية بحجوزاتك من السافرين تروحين، أنت قلتي تحبين أيضا تكتشفين الدول، فكان عندك نفس هاي التجارب بتطبيقات مختلفة؟ شوفي، هو رحال حرفيا يطبق هاي الفكرة اللي هي إنه يوفر كل هاي الحجوزات وبدون ما دوخة المكاتب وشوية هنا أنت قاعدة ببيتك. خاصة خب أنا شنو عندي سالفة اللي حجوزاتي قبل يوم، شايفة هالمستعجل، هذا المستعجل اللي قرر اللي فجأة أنا أريد أروح باكر. أي فأحس هذا الشيء كلش يفيدني من هاي الناحية، لأنه السرعة وندور السعر المناسب اللي يناسب البجت مالتي. لو ردتك تسوقين فكرة الحجوزات بتطبيق رحال، شنو الطريقة اللي راح تستخدميها؟ أنا كلش أحب أشياء التسويق إنه تكون تجارب شخصية. يعني إنه أنا فعلاً أنا أسافر كذا مكان كذا مكان كذا مكان. أنا هنا استخدمت ممكن هو هنا استخدمت رحال. الريفيو ليش حجزت؟ لأنه هاي ريفيوهات العالم. أنا حالي من حالكم دا أجرب أول شيء رحت ريفيوهات العالم، تجربة حقيقية عشتيها بالضبط. فأنا كلش أحب، وأنا أصلا تجذبني هذا النوع من التجارب. شكرا على هالقعدة الكلش حلوة. شكرا لك. أيوة والله كلش استمتعت والله. أنا أكثر، وعلمتيني إنه ما راح أسلق جبل أبد. إن شاء الله يا ربي تعيدين هاي التجربة وأمان أكثر وترجعينا بالسلامة إن شاء الله، وتسوي لنا محتوى نستمتع، مغامرات جديدة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.